السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض البسبوسة بطريقة حلوة جدا جدا. مش هتكرملي السكر على البوتاجاز ولا يتحرق منك، لا انا معايا هنا تركاية في البسبوسة هتشوفيها جوه الفيديو هتخليها لك حلوة جدا. انا معايا هنا نص كيلو من البسبوسة، سميد البسبوسة، وهحط عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع كوباية من السكر، تمام، ومعلقة فانيليا، ومعلقتين كبار جوز هند، تمام، و3 معالق من السمنه، سواء سمنه بلدي او سمنه عاديه. وبعد كده بقلبهم كويس جدا لغايه ما اديني حبيبات من الرمله، يبقى حبيباتها كده زي الرمله. وبنزل عليهم بكوبايه الا ربع لبن او علبه زبادي، مفيش مشكله. بس الطريقه دي حلوه جدا، مش هتحتاجي انك تكرملي السكر على البوتاجاز وبعد كده تحطيه على البسبوسه وممكن يتحرق منك وما تظبطش معاكي. بجد التركيه اللي هقولك عليها دلوقتي حلوه جدا. انا معايا هنا معلقه عسل كبيره، دوبتها في معلقتين كبار ميه. بدهن الصينيه كده من تحت منها من العسل الاسود، وبعد كده بنزل بخليط البسبوسه، وبعد كده بدهن وشها برضو من نفس العسل برضو على الوش كده. ممكن تنقطي وبعد كده تفرديها بالفرشه. بجد حلوه جدا جدا، يا ريت تجربيها. بجد هيديكي لون ذهبي حلو خالص زي لون البسبوسه الجاهزه، زي بالظبط كده نفس الطعم اللي احنا بنعمل بيه البسبوسه اللي متكرمله على البوتاجاز بالسكر المتكرمل على البوتاجاز. ودي اسهل بكتير، خاصه للناس اللي هي مش بتظبط معاها كرمله السكر. وبعد كده بتحطي المكسرات اللي انت عايزاها في السوداني، اي مكسرات عندك، وبعد كده بتدخليها على الرف الوسطاني على درجه حراره 180. وبعد كده بتطلع، اول ما بتطلع بتسقيها بسيرم الشربات. بجد حلوه جدا، هتشوفي دلوقتي اللون بجد حلو جدا، لون كله ذهبي، مفيش حته فاتحه وغامقه. بجد يعني معلقه العسل ظبطتها، وبجد هتجربيها حلوه جدا جدا. وبعد كده بنزل عليها بسيرم الشربات، انا عملته معاكم قبل كده. وبعد كده بتغطيها حوالي 5 دقايق، وبجد بتبقى تحفه مترمله، طعمها حلو جدا وسهله، مش متعبه زي كرمله السكر على البوتاجاز. دي حلوه جدا، يا ريت تجربيها. شايفه اللون حلو جدا 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 والطعم هايل. ويا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك عشان يوصله كل جديد، ولايك لو عجبك الفيديو. بجد اللون تحفه والترميله هايله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.